لما بنيجي نحذف صور كلنا بنعمل كده، نمسك التليفون نضغط على الصورة ديليت، صح؟ تفتكر ان الصورة بتاعتك اتحذفت. لا، الصور بتاعتك والفيديوز بتكون موجودة في الميموري، وتعال اقول لك ده بيحصل ازاي. الموضوع اشبه بالظبط كأن عندك مكتبة كتب كبيرة خالص، لما بتشيل منها الكتاب وتحطه في مكان تاني بيفضل مكان الكتاب ده فاضي، ولكن الكتاب انت متخلصتش منه. ده بالظبط اللي بيحصل مع الصور، انت بتشيل الصورة من المعرض وبيفضل مكانها فاضي وتقدر تحط فيه صورة تاني، لكن الصورة الحقيقية لسه موجودة في الذاكرة. فعندك حلين: لو انت حذفت الصورة اصلا بالغلط وحابب ترجعها، ده بيتم ببرامج الترجيع او حاجات تاني هقول لكم عليها في الفيديو الجاي لو انتم حابين تسمعوه. والطريقه الثانيه، لو انت اصلا حابب تمسح الصور دي خالص علشان هتبيع التليفون مثلا، الحل انك تمسح كل الفيديوز والبيانات اللي على التليفون، وبعدين تصور فيديو طويل باعلى جوده ممكن علشان الذاكره تتملي كلها بالفيديو ده، بعدين تمسح الفيديو ده وتعمل اعاده ضبط المصنع، وبكده تضمن ان البيانات اللي اتحذفت في الاول في فيديو جاء مكانها وبرضه اتحذف، فالبيانات دي مش ممكن ترجع تاني. الطريقتين فيهم حلول كتير خالص، ولكن انا اخترت لك ابسط حلين، اتمنى انهم يكونوا فادوك. سلام.